اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى متابعين؟ يلا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب وندعي لأمواتنا بالرحمة، ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا فيديو الفتة، طبعا بما إننا في العيد، أيام العيد، فتة، كوارع، لحمة، مش قادرة أقول لكم الحاجات دي أنا بعشقها بصراحة. هنعمل طاجن فتة زي ما شفتوا طاجن الفتة القمر ده. اول حاجة سلقنا اللحمة بتاعتنا، ما سلقناهاش، احنا مسكناها شوحناها زي ما شفناها كده. اي مادة دهنية، معلقة سمنة بلدي طبعا بما اننا هنعمل الفتة، معلقة سمنة بلدي، ونحط اللحمة بتاعتنا تاخد لون. اول ما تاخد لون هننزل بالبصل عليها، بهارات، التوابل بتاعتنا بقى، ورق لورا وحبهان وجوزة الطيب، ونسيبها لحد ما تنزل ميتها، بتنشف ميتها عليها. جنزبيل طبعا، كل المنكهات اللي انت عايزه. بصوا الله على الجمال. لو معايا بقى تشموا الريحه، ونديها بقى كوبايه ميه بكوبايه ميه لحد ما تبقى اللون بتاعها التحفه الجميل ده. تتكرمل بقى البصلايه كده مع التوابل كده، لسه ما حطينا لهاش ملح. اول ما بتخش في السوا بتاعها هنحط الملح. بصوا يعني بتزوديها كوبايه ميه بكوبايه ميه، مش كتير، كوبايه بكوبايه، كل ما تشرب كوبايه الميه تحط لها كوبايه ميه، وهتاكلي احلى طبق لحمه او احلى حته لحمه كلتيها في حياتي، بالجمال والحلاوه دي. يلا نسيبها تعيش حياتها ونشوف هنعمل ايه بقى لوازم الفته. الرز الابيض الجميل بتاعنا، حطينا معلقه سمنه بلدي، وطبعا عشان السمنه بتاعتنا ما تتحرقش نحط عليه معلقتين زيت. والرز الابيض انا بحط له منكهات، فصين مستكه، على ورق لورا، على حبهان. مستكه وحبهان يا زوزو، ايوه مستكه وحبهان. جربي الرز الابيض ده بورق اللورا وحبهان والمستكه، بيبقى تحفه. بصوا والله لسه ما حطينالوش الميه، وعلى ريحته وعلى جماله. يلا زدنا له ميه بتغلي ونغطي عليه ونسيبه يعيش حياته، ونشوف هنعمل ايه. الصلصه بتاعتنا الجميله، حطينا معلقه توم كبيره، وعليها ماده دهنيه شويه زيت طبعا احنا بنعمل سمنه بلدي طبعا عشان ما تتحرقش معانا. السمنه البلدي بنحط عليها شويه زيت. ده الخل بقى تطفي الله على الروايح. لو انتوا معايا شامين قولوا شامين. وننزل بالطماطم بتاعتنا اللي احنا مسبكينها. بصوا الرز اتفلفل وبقى طعم ازاي. الله على الريحه. لو انتوا بقى شامين شامين. يلا نروح على فين؟ قوام جري على العيش بتاعنا. قطعنا عيش وحطينا عليه شويه زيت وحته سمنه برضو عشان السمنه ما تتحرقش. خدت تقلبتين، نقطه زيت صغيره بقى، ومعلقه توم. جربي الطريقه بتاعتي دي مش هتندمي. معلقه توم على العيش، معلقه توم على العيش. اول ما خد لفه بحط برضو كبشه صلصه من اللي اتسبكت، معلقتين رز كبار، واقلب بقى كل الجمال بتاعنا ده كله. توم مع كبشه صلصه مع كبشه مع اللهم صل على النبي، مع كبشه رز، كل ده طبعا عشان يبقى واخد طعم بعضيه. وننزل بيه في البايركس بتاعنا الجميل، الطاجن اللي احنا هنعمل فيه الفتة. وادي الكوارع، الله على الكوارع. بصوا بقى الطعامة والجمال. نسقي بقى الشوربة. حطينا طبعا اللي احنا عملناه، الخلطة اللي عملناها دي، رز وصلصة وتومة وعيش، نزلناها في البايركس. وبدأنا نسقي الشوربة. حطينا بقى هنبدأ كده، هنرج جميع الأطراف. نص البايركس هنعمله كوارع وخل وتوم، والنص التاني هنشوف هنعمل ايه. كده حطينا حتتين كوارع على نص البايركس، ونبدأ بقى برضو سمنة وتومة، معلقتين كزبرة ناشفة بيخلوا ريحة التومة تحفة. دي احنا كده مش هنحط عليها صلصة ولا أي حاجة. أول ما ريحتها طلعت نتشها بالخل، ننزل بقى فيها فوق الكوارع، النص اللي هو الأبيض، واللحمة بتاعتنا بقى زبدة. نحط بقى على الجنب التاني. كده خلاص احنا يعني رضينا جميع الأطراف. اللي عايز بالصلصة شغال باللحمة، واللي عايز بالكوارع شغال بالكوارع. الله الله على الجمال وعلى الريحة، تحفة. حتة طاجن فتة يستاهل بقكم. لو انتوا معايا تشموا الريحة وتقولوا شامين، نقول شامين، ونقول كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين. والسنة الجاية تدعوني، نفسي تدعوني من قلبكم السنة الجاية اكون على جبل عرفات. يا رب. يا رب انا بدعي الدعاء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الدعاء ده.
كريم رسول الله والله أكرم، فهل من فقير بين الكريمين يحرم؟